سفيان رحيمي، تفضل سفيان. نقول لكم هارد لك، مباراة كبيرة ما بين الفريقين بصراحة، 9 أهداف رقم كبير في المباراة. إجادة مهاجمين أم كان في مشاكل في الدفاع بالفريقين؟ اول شيء كنبغي نشكر الجماهير على الحضور، هي اللي نجحت هذا العرس الكروي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هي مباراة ديال 3 نقاط، ما خسرنا ولا شيء، مازال عندنا 6 مباريات اننا نعاودوا فيهم. شوف كرة القدم اغلاط، الحمد لله على كل شيء، ونتمنى ان شاء الله نعاودوا في اللي جاي ان شاء الله. ما جاوبتني سفيان على الأهداف، كثرتها اليوم في المباراة، ومباراة بهذا الحجم المفروض التركيز فيها عالي، في سر اليوم؟ لا مهاجمين، لا فريق الهلال لا فريق العين، مهاجمين كبار. اي دفاع غادي يكون شويه تبعت الاوراق ديالو. هذه هو حال كره القدم. كره القدم هي اهداف وفرصه، متعنا الجماهير، ولكن في الاخير كنتمناو اننا تكون نتيجه لصالحنا، ولكن هذه هي كره القدم، وكنشكروا الجماهير مره. ختاما سفيان، المباراة كانت مشحونة كثير من الجماهير قبل المباراة، كلاعبين حسيتوا بالشيء هذا؟ شوف كلاعبين ضروري مباراه كبيره، كتعطيك واحد الموتيفاسيون اللي تخليك انك كتكون جاهز لهذه المباراه، وكنبغيو نشكروا حيت الجمهور اللي خلاها تكون مشحونه، كنبغيو نشكروهم، والقادم افضل ان شاء الله. شكرا سفيان، شكرا لسفيان رحيمي متحدثا عن هذه الخسارة لفريق العين. نعود بالكلمة والصورة اليك في الاستديو تركي. تفضل. شكرا جزيلا مساعد المحمود. عجبني صراحة سفيان. لا كلامه منطقي. أنا أحب اللاعب اللي يكون في الملعب عنده ثقة وبرا الملعب عنده ثقة، ولا يتعدى حدوده. اليوم يتكلم، يسأل المحمود عن مساعد المحمود عن أنه هل في غلطات للدفاع؟ شوف رده، يقول لا، اللعيبة اللي موجودة الطرف الهجومي من الجهتين على مستوى عالي، ما ينقص من الدفاع. يتكلم لا يا حبيبي، أنت اللي والله اليوم كنت من النجوم ومن أفضل اللاعبين اللي نرفع بهم القبعة في وجودهم في المنطقة. ألف مبروك لكل محبي الهلال، ألف مبروك للوطن انتصار الهلال في هذه المواجهة. الكابتن سامي الجابر، كابتن عمر الغامدي، وأيضا الكابتن أحمد عفيف في قراءة الأوراق الفنية للمدربين. مباراة حضر فيها كل شيء حتى جميلة مباراة جميلة، تعكس مدى قوة الزعيمين في الإمارات وزعيم السعودية، والزعيمين أيضا الأسيويين. لكن آخر مرة استقبل فيها الهلال 4 أهداف كان العين أيضا في أبريل اللي راح. الهلال في أثناء الدوري يمكن أقصى شيء أخذ منه 3. اليوم عندي بيج كويستشن مارك، علامة استفهام كبيرة على أداء الدفاع، متمثلة في البلاي هي كوليبالي في التمركز في الالتحامات 1-1. ما ألوم الربيعي، ابتعد كثيرا عن جواء المباريات، ولكن يلام في بعض التحركات وبعض الأهداف في اتخاذ القرارات. لكن مع هذا الهلال كان ثابت. اليوم يثبت لنا للمرة المليون سالم الدوسري لاعب مهم جدا، يعمل الفارق بكرة بدون كرة، في الصناعة، في التسجيل، ولا تنسى أيضا في مساهمة في التسجيل، يعني الواجبات الدفاعية وأيضا الواجبات الهجومية في الصناعة أو في التسجيل. لكن اليوم بالنسبة لنادي الهلال بعد أبريل الماضي أمام العين يأخذ 4. أنا مبسوط اليوم عن النقاط، لكني غير راضي تماما عن أداء الهلال كأداء فني متكامل. لكن هذا طبعا بدون أدنى شك أنه يعتبر برضو أمام فريق اللي هو العين، لو لعب بكل المباريات بالشكل اللي لعب فيها العين اليوم، بالالتزام بالقوة بالالتحامات بالتفكير أمام فريق مثل الهلال، أعتقد أن العين نادي كبير ويظل نادي كبير. لكن العين أدى كل ما عنده في هالمباراة، وأعطى كل ما عنده بأسلوب يمكن أنا ما شاهدته في مباريات ثانية. ولكن أيضا مباراة كانت ممتعة جدا. لكن الهلال بعد المباراة هذه حيعاني بصعوبة كبيرة، حيجي في الدوري أيضا أمام التعاون. إذا ما أنا نعم صحيح، التعاون فريق مو بسهل، اليوم استنزفت منه طاقة غير طبيعية، حيلعب كاس ولي العهد، كاس الملك، كاس الملك، بعدين عنده الديربي 1 نوفمبر. فهذه المباراة ممكن تأخذ منها أشياء كثيرة، ولكن إن شاء الله نقول أنه اليوم النتيجة كانت ممتازة، لكن معالجة الأخطاء لابد أن تكون. كابتن عمر، الأخطاء الدفاعية وين انتصر الهلال كانت حاضرة، وأنت من حذر في شوط المباراة الأول عدم الوقوف بشكل طولي بشكل عرضي أمام تحركات كل هذه القوة لسفيان رحيم الذي تمكن من تسجيل أكثر من هدف في هذه المواجهة، وأيضا هو من شكل خطورة كبيرة على الهلال. ألف مبروك لفريق الهلال، حظ أوفر فريق العين. بتصوري مباراة أعطت كل شيء إحنا كنا متوقعينه، مباراة كبيرة من كلا الفريقين، 5-4 دليل على الفريقين فريقين كبار،
والمكان اللي هي متواجده فيها سواء فريق العين وحتى فريق الهلال هي فعلا يستحقون نظير ما يقدمونه من مستويات في دوري ابطال اسيا. تكلمنا عن المستوى الدفاعي وتكلمنا عن الاخطاء اللي دائما تتواجد ما بين المدافعين، وانا اتكلم تحديدا عن 4 مدافعين، سواء المدافعين اللي بدأوا اساسيين علي البلاهي وحتى كولابالي او حتى اللي نزلوا في مكانهم، نتكلم عن خليفه وحتى حسان تبوكتي. نفس الاخطاء اللي عملها علي البلاهي وكوليبالي عملوها كذلك حسان تبوكتي وكذلك خليفه الدوسري. اخطاء في التمركز، اخطاء انا في تصوري هي اخطاء ساذجه امام فريق كبير مثل فريق العين. انت تحتاج انك تكون في اوج عطائك واكبر تركيز لك في مثل هذه المباريات. فريقك يستطيع في اي لحظه انه يسجل، انت عندك لاعيبه في الامام عندهم الخبره الكافيه وعندهم الخطوره سواء في المراوغه او التسديد للوصول الى المرمى، ولكن الاخطاء الدفاعيه هذه اللي تتفاقم فيكم انتم كمدافعين اعتقد انها هي اخطاء مفترض انها ما تحصل منكم. انتم لاعبين كبار ولاعبين لكم ثقلكم في الخلف، يجب انه انت تعرفون انه هذه الاخطاء اللي اذا كانت مستمره في كل مباراه فهناك ما راح يكون في ثقه ما بينك وما بين اللاعبين المتواجدين. انا في تصوري انه الربيعي حتى لو كان مخطئ في مباراه اليوم ولكن لا يلام في الاهداف اللي وجهت مرماه، بعيد تماما عن المباريات القويه اللي مثل هذه، وهو يحاول قدر المستطاع، ولكن اذا المدافعين لم يعطونه الثقه هو كحارس مرمى عائد من بعد فتره طويله ما لعب فيها، فطبيعي انه راح يظهر بهذا المستوى. مع ذلك اعتقد انه عنده كذا تصدي كان ممتاز في المباراه. اخر التصدي الاخير اذا كان مفترض يكون في مرمى الهلال يكون هدف. مجمل المباراه انا في تصوري لم يظهر الهلال بشكله اللي احنا تعودنا عليه في جميع خطوطه. تغيير نفز معناته ان الهلال ما ظهر بشكل كويس، وهذه من القلائل اللي يغير فيها المدرب خصص المدرب اللاعب نفز. فريق العين يجب ان نعطيه حقه في هذه المباراه، عمل مباراه كبيره مع فريق الهلال. رحيمي لاعب رائع جدا، لا تستطيع انك انت تغطي اللاعب هذا من تو مان، مستحيل. لاعب ذكي جدا يعرف كيف يلعب مع اللاعبين اذا كانوا يلعبون على خط واحد، باشاره واحده من رحيمي لخط الوسط اللي هو كاكو يستطيع انه يعطيه التمريره اللي هو يبغاها، يا منها يسبب خطوره او يسجل هدف او انه يحصل منها بلنتي مثل ما حصل مع خليفه الدوسري. مبروك للهلال، فاعتقد انه 3 نقاط مهمه تجعلك انت في الاعلى. فريق العين ما زال يعاني في حصد النقاط في دوري ابطال اسيا. كابتن احمد عفيفي، الهلال انتصر في هذه المواجهه ب5 أهداف مقابل 4، ويبقى السؤال دائما العريض لماذا استقبل الهلال 4 أهداف؟ لا اريد التركيز فقط على انه الهلال انه كسب المواجهه ولكن استقبل 4، يجب ان ياخذ الهلال حقه وهو الذي انتصر ب5 أهداف، ولكن لماذا ظهر دفاع الهلال بهذه الطريقه الغير مقنعه لكل محبي الهلال رغم وجود نفس الاسماء ونفس الطريقه التي يتخذها جيسوس طوال الانتصارات المتتاليه السابقه؟ اولا هي المباراه هي متسقه جدا مع سياق العين عموما في كل مبارياته تسديدات كتيره جدا له وعليه، اهداف كتيره جدا له وعليه، فالمباراه متسقه تماما مع السياق اللي بيسير فيه العين، لكنها غير متسقه مع الهلال. الهلال ما بيستقبلش 4 أهداف زي ما ذكر الكابتن سامي، لم يستقبل 4 أهداف الا من العين نفسه من 6 شهور، لكن الهلال عدد المباريات اللي بيستقبل فيها اكتر من هدف حتى بيبقى عددها قليل جدا، فالسياق هنا بيختلف. دي مباراه تقدر تتوقعها من العين بس ما تتوقعهاش من الهلال. دفاع الهلال واجه اسماء كبيره كتير، لكنه لم يواجه اختبار اصعب من رحيم. انا عايز اقول لك ان ده لاعب واحد غير اسلوب اللعب. الهلال بادئ بناصر الدوسري عشان يلعب مان تو مان ويضغط الضغط الهلالي المعتاد، لونج بول واحده على سفيان رحيمي. نرجع للكلام اللي قاله كابتن عمر، ما ينفعش تدافع عليه مان تو مان، لان المان تو مان بتاعت جيسوس بتبقى بطول الملعب، بضغط بطول الملعب مان تو مان. من اول 10 دقائق ادرك جيسوس ان اللعب معاه مان تو مان خطوره كبيره جدا، فبدا ياخر لعيب ورا ويضغط بلعيبه اقل، فسمح للعين انه يبني اللعب اكتر. اذا سفيان رحيمي وحده خلى اسلوب لعب الهلال يختلف. لكن انا اختلف معاك في نقطه، سالم قدم جيم جبار، بس سفيان رحيمي هو رجل المباراه الاول منفردا. سالم قدم جيم جبار. المباراه كمان ممتعه جدا للمحايدين وفيها كم من الاهداف الجميله، يعني هدف سالم النهارده هدف خيالي. الهدف سالم الثاني من تمريره سافيتش اللي سالم لمسها في الزاويه البعيده خياليه جدا. مباراه اظن انها ممتعه جدا، ممكن تكون واحده من امتع مباريات العام في كل المسابقات. مباراه فيها كل شيء، لكن زي ما قلت لك هي مباراه متسقه مع سياق العين، ليست متسقه مع سياق الهلال. افضل واصعب شيء في الهلال ان كابتن عمر وكابتن سامي النهارده فايزين في مباراه حساسه جدا، بس بصوا وشوشهم طبعا زعلانين. نعم، هذه ثقافه. زعلانين. انا فوز اوكي، بس لا انا ما كابتن احمد
واحنا في الملعب احيانا بنكون في وسط المباراه فايزين بس تسمع صافرات الاستجابه من الجمهور، مستوى مو مقنع. اليوم الاخطاء الفرديه بالنسبه لنادي الهلال كثيره، مثلا احنا تكلمنا على تمركز البليهي وكوليبالي اليوم، لكن ما ركزنا. عندنا لاعب في التغطيه الدفاعيه ممكن يكون اكبر من البليهي اللي هو مين؟ كانسيلو في الامور الدفاعيه تغطيته ضعيفه، فلذلك انت لازم لازم تمنع الكروسات ولازم تمنع الكرات البينيه. هذا وجود اليوم ناصر لحاجتين: سد الكرات البينيه اللي ممكن تلعب، والضغط العالي لعدم اعطاء الكره الفرصه للعب الى سفيان رحيمي. عمر ذكر سفيان رحيمي فعلا لاعب، انت قلت بسفيان رحيمي واحد من نجوم المباراه مع سالم الدوسري، لكن سفيان رحيمي في كل مباراه يثبت انه لاعب كبير، لان لما يشوفه اليوم يلعب في الاولمبياد مع منتخب المغرب وهداف الاولمبياد صحيح، ويلعب باسلوبه كانه ترفع القبعه الى سفيان رحيمي. اليوم في المباراه في اوقات الهلال بيلعب امام العين، لا الهلال بيلعب امام سفيان رحيمي فقط في اوقات، وهذا حاله الطرد. كابتن سامي وانت تتكلم تحت الهواء سفيان، كابتن احمد تتذكر ذكاء سفيان رحيمي في اتخاذ القرارات. اليوم احنا نتكلم على رتم مباريات هذه ما تحسب في المباريات العالميه، البنات اللي مع بلانتي الثاني اوكي اللي هو اترك هذا هو واخد، لا هذا طرد البليهي اتركه. انا عندي حتى شك انه مو في يد البليهي، لكن مهما كان التفاصيل بسيطه تصنع. انا اتكلم عن البلنتي الاخير مع خليفه الدوسري، استنى خليفه الدوسري في لحظه معينه عشان هو رايح بيه، هو رايح بيه عشان اديله ظهري، عشان ما نبقاش كتف بكتف، نبقى كتف في ظهر. تحرك لاعب بس هو جدا بس هو كمان يا كابتن سامي انا متفق مع نقطه ان المعايير احيانا مختلفه، في فاولات، في التحامات كتيره بتتحسب النهارده ما بتتحسبش في اوروبا، لكن فكره في الذكاء. انا لعيب صحيح، ما عنديش مسانده من زمايلي مش قادرين يرتدوا معايا، انا في موقف 1 على 2 أو 1 على 3، خليني اخد هذا الواحد اللي قدامي واروح اعمل بيه حاجه، اروح اعمل بيه ضربه جزاء. فهو واخد الكوره ورايح لخليفه، هو عارف انه مش هيعدي طبعا، ما فيهوش نفس يعدي بالمناسبه، بس هو ضغط على نفسه انه يعمل السبرنت اللي يسمح له انه ما يبقاش كتف في كتف، يبقى كتف في ظهر. واول ما اداله ظهره قال لخليفه ارجوك زقني، زقه شكرا. هذا الذكاء اللي نتكلم عنه من سفيان رحيمي، لانه مو كل لاعب يفكر بنفس التفكير او يتخذ قرار بالشكل هذا. في الفاليوز ما بين اللاعبين تبان في هذه القرارات، لكن برضو الخليفه الدوسري زي ما ذكر عمر او البليها او كواليبالي، اليوم لازم تستفيد من الاخطاء. اليوم انا اعرف انه 5-3 او 5-4 عفوا 5-4 في انه تسجل فيها. شوف يمكن هذه هي اللقطه، الهدف كان غلطه بص هنا بقى حسان، ما هنا مستحيل في هذا الوقت، لكن شوف هنا اتخاذ القرار اني اعطيك ظهري، لو كانت كتف الكتف مستحيل يحسبها. وفي في لقطات على مستوى اوروبا الحكام ما يحسب، هذا اسمه تلاحم، لكن ما في ايضا تقدر تقول. لكن اليوم يجب ان احنا نفكر في لما زي ما ذكر احمد انه شوف وجينا انا وعمر فعلا ثقافتنا ان احنا لما نلعب ما نستقبل 4 أهداف، وهذا شيء احنا وفقنا فيه في مدرب ايضا. لما النتيجه تكون 3-1 تلقاه زعلان، وشه هو كمان تلاقيه زي وش الكابتن سامي، هو فايز وزعلان. هو فايز وزعلان، عملت شغل دفاعي ورتبته كده، ليش يجي فيكم هدف؟ لان برضه كابتن سامي افضل وقت لمعالجه المشاكل وانت فايز مش وانت خاسر. صحيح، وانت خاسر بتبقى في حاله بانيك، كل الناس مفزوعه، عايزين نغير المدرب، عايزين نغير اللعيب ده ما يلعبش، وانت خاسر بيبقى صعب. بس وانت فايز تاخد نفس، تبتدي تشوف بقى كانسيلو في التغطيه العكسيه، تمركز قلبي الدفاع، تقدر تعالج المشاكل وانت اهدأ، لان صعب تعالج المشاكل وانت في حاله فزع. بس انا اؤكد برضو على انت ما ذهبت لانه اليوم سفيان رحيمي يشارك بلا شك النجوميه لسالم الدوسري في هذه المواجهه الكبيره التي انتهت ب5 أهداف مقابل 4، 5 الهلال مقابل 4 للعين. احنا مكملين في هذا الاستوديو، حتوقف لفاصل قصير ومن ثم نعود. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم يا اخواتي المحترمين، يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جماعه النهارده الهلال السعودي والعين الاماراتي، مباراه جميله جدا جدا ما بين الفريقين، الا ان الهلال انا عندي راي يا جماعه زي ما قلت، الهلال متفوق في النتائج وتفوق بصراحه برضه في الاداء. ده نظرا ان انا قلت قبل كده ان الهلال فريق جامد، فريق شديد، فريق 10/10، فريق يا جماعه لا يستهان به، فريق ما ينفعش ان الواحد يقول عليه
ده شبه الفرق الاوروبيه يا جماعه الهلال، والله الهلال شبه الفرق الاوروبيه. يعني انا قلت النصر والهلال دول فريقين يا جماعه 10/10 مفيش خلاف عليهم. النصر والهلال، الهلال طبعا زي ما احنا قلنا كمان دعموا صفوفهم بكانسيلو، دي حاجه كويسه جدا جدا. وغير كده عندهم حارس مرمى عالمي، غير كده خط نص فوق العالمي، طبعا مع الاجنحه مالكم بص يا جماعه فريق تحس ان هو متكامل اصلا يعني. ومع ذلك الان الاماراتي برضو عمل مباراه 10/10 على فكره، بس يمكن هو يعني الحظ ما وقفش قصاده يعني، او الحظ ما وقفش معاه. ولكن صراحه الهلال برضو يا جماعه فريق قوي جدا جدا. الواحد لما يتكلم يقول الهلال النصر، لا يا جماعه فرق قويه وعندها مدربين، فرق قويه وعندها مدربين، ده بامانه يعني. ولكن احنا لما نتكلم ونقول يا جماعه الهلال عندهم فريق متكامل، ده احنا مش بنكذب. الهلال بصراحه انا عاجبني، انا احسن فريق في السعوديه عاجبني في الدوري السعودي عامه وفي بطوله اسيا بصراحه. بطوله الامم الاسيويه انا عاجبني الهلال لان بيلعب كوره يا جماعه، بيلعب كوره. انا شايف ان فريق الهلال بيلعب كوره وكوره جميله جدا جدا. طبعا الناس هتقول لي طب محترفين عادي يا جماعه، ما الريال برضه اسباني وجاب كلهم لعيبه محترفين تمام. فاحنا اتكلمنا كده يا جماعه عن فريق الهلال، عنده لعيبه كويسه جدا جدا، لعيبه ممكن هي اللي تاخد البطوله على فكره. يعني هي ممكن تاخد البطوله الهلال سواء الدوري السعودي او يعني كاس الامم، الا ان برضه خلي بالكم برضه الدفاع فيه تفاوت كبير أوي. الدفاع عايز يتظبط. الهجوم 10/10 متحسن زي الفل، ولكن في حاجات لازم تتظبط في فريق الهلال. يعني خط النص كويس بس الدفاع عايز يكون اشد واقوى من كده. ده رايي يا جماعه. طبعا اكيد ارائكم مختلفه عني. لو اول مره تشوفني يا ريت تنورني في القناه، لايك للفيديو لو عجبك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. السلام عليكم. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.